شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله. هي وكيف. خلاص هذا ختام لأقوى وأمتع دوري مجموعات في تاريخ كأس العالم. لا هذا دوري مجموعات إكس ماكس برو أولترا. كبار يتساقطون ومنتخبات مغمورة تحمست وتعفرت بمنتخبات قوية وفخر عربي يكتب في التاريخ. واليوم راح ندردش عن آخر 4 مجموعات، وإذا ما شفت ال4 المجموعات الأولى روح اعمل لفة، أوعدك بتستمتع. لا نطول بالكلام، يلا نبش. كذا الرجال يعملوا يا رباه. الله على المغرب، لك عاشوا يا شباب والله. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الفخامه دي؟ ايه الرقي دي؟ انتم الذي رفعتوا رأس كل مغربي وكل عربي. المغرب تقدمت بأول 5 دقائق بخطأ من الحارس، هوب زياش يحطها بالهدف، والثاني من زياش بتمريرة طويلة يستقبلها نصراوي ويرزعها بالهدف، وبعدها تلقى هدف عكسي غريب، ولكن بدأ يطبخ المباراة على نار هادئة كأنهم يطبخوا كبسة، ويحقق الانتصار الأعظم ويتصدر في مجموعة الموت الذي فيها كرواتيا حلت ثانيا والمنتخب البلجيكي طيروا. المباراة بين كرواتيا وبلجيكا انتهت بالتعادل السلبي، وبعد هذه المباراة بلجيكا بتسحب الجواز على لوكاكو. 4 فرص محققة أمام المرمى يضيعهم، مش 1 ولا 2، 4 جو البيض. يلا أهم شيء إن ديما مغرب. وسع، هذا جنون والله جنون. هذه المجموعة حصل فيها زلزال وإعصار وبركان في آخر جولة، حماس ليفل مليون. الإسبان والألمان كل واحد في بداية المباراة يسجل هدف، وبعدها الكل فكر إن المجموعة حسمت خلاص، إسبانيا وألمانيا لدور ال16. لكن كان عند اليابانيين شيء ثاني. المدرب الياباني شغل عقل شيكامارو وخلي الهجوم يعمل حبة راسينجان والثاني تشودوري، وقلب النتيجة، وبعدها خليهم يعملوا أعمدة حماية أمام المرمى، والإسبان غلقت على وجوههم. تعتقدوا اليابانيين جلطوا إسبانيا فقط؟ لا والله، هذا تسونامي جاء جحط إسبانيا والفريق الناقص. الألمان بعد التقدم بهدف، كوستاريكا رزعتهم هدفين. الألمان حسوا إن الدنيا حامية وضروري يفوزوا على كوستاريكا على أمل إن إسبانيا تتعادل مع اليابان، وبالرغم إنهم رجعوا بالنتيجة على كوستاريكا ب4، لكن لا تندم يوم لا ينفع الندم. الألوان تم إقصائهم من بطولة الرجال. الأكشن الذي حصل بهذا المونديال ممتع ليفل مليون. خلونا نمشي واحدة. البرتغال تواجه كوريا، مباراة على الورق البرتغال أقوى وراح تفوز. الأراغواي وغانا مباراة الثأر. بدأت المباراتين طبيعي، البرتغال تتقدم شيء طبيعي، الأراغواي تتقدم بهدفين عن طريق جورجيان شيء طبيعي. خلص الأمور ماشية إن البرتغال ومعها الأراغواي لدور 16. فجأة يجي الإلهام الكوري. تذكروا إيش عملت اليابان وتونس والسعودية، وطلع عندهم الحماس 1000. هوب كوريا تسجل هدف التعادل، والآخر الدقائق وفي الملعب الثاني الأراغواي ما عملت جديد جالسة على الهدفين. هوب سون يفحد من قبل نص الملعب ويعمل باص كوبري لهوانغ هي تشان، تعبت وانا احفظ الاسم هذا. المهم كوريا تسجل هدف الفوز عشان تطيح بالأراغواي. الخبر وصل الأراغواي صدمة. غانا بعدها وقعت شوكة في حلق الأراغواي، لأن هدف واحد يأهل الأراغواي. غانا تنحت قالت علي وعلى أعدائي، وحرمت الأراغواي من التأهل، وتأهلت دون وجمعت الكيبوب. المجموعة الخامسة كان فيها مباراة دغ خشوم، سويسرا وصربيا، مباراة سياسية بامتياز. كانت شعلة مولعة نار. كيف شعلة مولعة نار؟ المهم المباراة بدأت بتقدم سويسرا عن طريق شاكيري، وبعدها عادلت صربيا عن طريق موتروفيتش، وقلبت النتيجة عن طريق فلاهوفيتش. سويسرا عصبت ورجعت عادلت عن طريق امبولي. هذا كله في شوط أول، ويدخل الشوط الثاني فيليري يعمل هدف بعد أسيست حلاوة. عفوا شباب، من التعب غفيت. انتم عارفين دراسة وفوقها شغل ومونتاج يكمل اليوم وانت مقسوم نصين. المهم البرازيل تتلقى اول خسارة من منتخب افريقي في كاس العالم. والله وعملوا هذه مصرية، نريد كاميرونية. قطف خبر من المجموعة هذه تأهلت الصين، البرازيل وسويسرا. سلام.